اهلا وسهلا بيكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل فكره جديده. انا بصراحه مش عارفه حد عملها ولا لا، بس الفكره جات لي منين. انا كان عندي يا بنات مخده زي دي كده على التسريحه، بس كان لونها احمر. طبعا كان بقالها كتير قوي وادمت وشكلها مش لطيف، فكنت حابه اعمل ايه فيها فكره، يعني اعمل واحده غيرها وايه واجدد فيها. تجديد كان عباره عن ان انا عملت 2 مربع جراني. طبعا المربع الجراني دوت احنا عملناه مع بعض قبل كده في فيديو، فبتعمليه بقى بالمقاس اللي انت حباه، تمام. وبتعملي برضو المخده بالمقاس اللي ينفع، يعني بتظبطي المقاسات على بعضها. المخده دي بقى اتعملت ازاي يا بنات؟ طبعا لو انتوا عايزين فيديو بطريقه عملها سيبولي كومنت وان شاء الله نعمل لها فيديو مخصوص ليها. انا جبت قطعتين جوخ قد بعض بالظبط، تمام، في المقاس. وبعدين جيت في قطعه واحده منهم فتحت الفتحه دي، طبعا قصيت كده من هنا وقصيت من هنا وشلت الجزء اللي في النص، تمام. وركبت السوسته دي. طبعا قصيت السوسته على حسب المقاس اللي انا عاملاه هنا، وبديت ان انا اخيطها. وبعد ما خيطتها بديت ان انا اخيط الاجزاء الاربعه بتاعت قطعتين الجوخ في بعض. وبعد ما خيطتهم قلبتهم، وبعد ما قلبتهم حطيت من جواهم حشيتهم بالفايبر. فبقت المخده دي زي المخده اللي عندي بالظبط. بس الفكره بقى انه انا عملت قطعتين مربع جراني وقفلتهم بغرزه الحشو زي ما انتم شايفين كده يا بنات، من كل الجوانب ما عدا جانب واحد. ده طبعا هنقفله لما ندخل المخده كده جواهم هما الاتنين، جوا القطعتين دول اهي. طبعا انا ليه تعمدت، وطبعا يا بنات انا تعمدت اعمل قطعتين مربع الجراني بلونين، يعني ده لون بينك كده وده لون لبني، تمام. وبديت ان انا اقفل من الطروف كده باللون البينك. فهنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده خيط قطن، بس خيط القطن دوت كان يعني رفيع كده، فانا حبيت ان انا اعمله مجوز بحيث ان هو يديني متانه او يديني تخانه. فهنعمل بقى، احنا طبعا وقفنا عند الكورنر ده، بنبتدي نقفل كده، بس مش بنقفل بطريقه عشوائيه. طبعا مربع الجراني بيبقى معمول بمقاس معين وبعدد غرز معينه، يعني مثلا من الجنب ده للجنب ده بيبقى فيه عدد غرز معين، تمام. طبعا احنا كنا في كل كورنر بنعمل بنعمل غرزتين سلسله، وبعد كده نعمل ال3 عمود بلفه التانيين. فننتبه لحاجه مهمه جدا، انه هنا كنا بنعمل سلسلتين، انما في النص كنا بنعمل ما بين كل 3 عواميد كنا بنعمل سلسله واحده. فننتبه ان احنا لما نيجي نعمل الكورنر ده لازم ناخد بالنا ان احنا نعمل غرزتين حشو مش غرزه واحده. ولما نيجي نشتغل ما بنشتغلش جوه هنا الفراغ ده او جوه مثلا الفراغ ده، لا. انا جربتها لقيت ان الشكل بصراحه ما كانش لطيف خالص. فافضل حل ان احنا نعمل بقى، انا عملت طبعا غرزه حشو وغرزه السلسله اللي هنا. هنبتدي ندخل كده في غرزه السلسله دي، هندخل تحت حرف الفي، تمام. ومن الناحيه التانية برضو هندخل كده تحت حرف الفي، يعني مش هندخل من الفراغ ذات نفسه، لا، احنا هندخل هنا تحت حرف الفي وهنا تحت حرف الفي. وهنبتدي نسحب الخيط ونعمل غرزه الحشو بتاعتنا العاديه. ليه بقى انا عملت كده؟ لاني لو كنت دخلت هنا من الفراغ اهو، تعالوا نعملها مع بعض، من الفراغ ده كان هيبقى الشكل كده. فهتبص تلاقي الغرزه دي داخله لجوه ودي كده متساويه، فطبعا شكلها مش لطيف خالص. فبالتالي الافضل انه الغرزتين اللي هنا اللي في الكورنر ده نعملهم بالطريقه دي، والغرز اللي في النص نعملها بالطريقه دي. فنكمل كده. لما بنيجي بقى نعمل غرز الحشو بنبتدي ندخل كده هنا وفي اللي قصادها على طول عشان ما نتلخبطش في العدد. ادي كده اهو، وندخل برضو في الغرزه دي وفي اللي قصادها على طول، ونمشي بنفس الطريقه دي يا بنات لحد لما نخلص الصف كله. طبعا احنا كده وصلنا لغرزه السلسله اللي هي في منتصف ال3 عواميد دول وال3 عواميد دول، برضو هنعملها بنفس الطريقه.
هنبتدي ندخل تحت حرف الفي ونعمل ايه غرزة حشو عشان الشكل في النهاية يكون كده ايه مثالي وجميل، وهنكمل لحد الاخر. طبعا كل لما هتقابلنا غرزة سلسلة هنعملها بنفس الشكل. اهم حاجة تبقى الغرزة قصاد الغرزة عشان نبقى بنقفل بشكل سليم وبعدد سليم، وما يبقاش ناحية كبيرة مثلا وناحية صغيرة والشكل في الاخر يكون مش كويس. هنكمل كده لحد الاخر لحد لما نقفلها خالص. احنا كده وصلنا لغرزة السلسلة اللي بتكون في النص، نعملها بنفس الطريقة ونكمل الغرزة قصاد الغرزة. اهي دي كده تعتبر غرزة السلسلة التانية اللي هي ايه اللي في الكورنر. تمام اهي. وطبعا احنا في البداية خالص كنا عملنا غرزة السلسلة عشان نبدأ، فهي دي اللي احنا هندخل فيها كده ونطلع نعمل غرزة نطلع الخيط كده نعمل غرزة منزلقة ونلف الخيط كده على الابرة ونطلع كده. احنا خلصنا. هنبتدي بقى نقفل الجزء ده ازاي؟ يا اما بإبرة التنظيف يا اما بالطريقة اللي انا علمتها لكم في الفيديو بتاع طريقة تنظيف الخيط، لا بالطريقة المعتادة اللي هي دي. اهم حاجة بس نداري نداري الخيط جوه الشغل. وبما ان احنا عقدناها هنا فمش بالضرورة ان احنا ننضف حتة حتة كبيرة، يعني هننضف كده حتة شوية حتة صغيرة، وبعد كده هنقص باقي الخيط. بس هنكتفي بهذا القدر وهنبتدي بقى بالمقص نقص حتة الخيط الزيادة دي اهي يا بنات. كده احنا خلصنا خلصنا المخدة بتاعتنا. ممكن بقى لو حابين نزينها باي حاجه نزينها، بس انا بالنسبه لي شايفه كده ان هي شكلها رقيق جدا. طبعا بنبتدي بقى نحط فيها الدبابيس هنا ونحطها على التسريحه بيبقى شكلها شيك. طبعا بما ان انا حد بحب التغيير فحبيت اعملها بلونين، بحيث ان انا مثلا شويه احطها على الجزء ده كده وشويه احطها على الجزء ده كده. المهم الهدف في النهايه انه الشكل يكون مرتب وجميل، والدبابيس طبعا تبقى في مكانها وما تضيعش مننا او تقع، خصوصا لو في اطفال او كده. فيا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون الشرح سهل وبسيط. اشوفكم ان شاء الله باذن الله يا بنات الفيديو الجاي على خير. ما تنسوش طبعا يا بنات تعملوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناه عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم ياسمين علي من قناه حكايات الياسمين.